شركة الاتصالات ناس قلمة في تغطية المهرجانات الثقافية. نحن متواجدون في أعالي مدينة قلمة، بالضبط في دار الثقافة عبد المجيد الشافعي، لتغطية المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد لولاية قلمة في طبعته الخامسة. هذا تحت شعار الإنشاد فن ارتقاء وإرشاد، وذلك من يوم 2 ماي إلى 8 ماي 2015. كما عودناكم برنامج يعني تالي، هناك عروض إنشادية، مسابقات، محاضرات وندوات، ورشات تكوينية ومفاجآت أخرى. كما كنا يعني مع المحافظ المهرجان السيد كمال عيسو الذي أعطانا يعني السبق الصحفي. كما عودناكم اوفيسيال لهذا المهرجان، يعني تواصلوا معنا على صفحات المهرجان الخبر بصدق ومصداقية، وخاصة الخبر في وقته. ونشوف لكم انتم ما تنجحوش تنقلوا الى دار الثقافة عبد المجيد الشافعي لمتابعة هذا المهرجان، يعني والمهرجان برعاية كريمة من معالي وزيرة الثقافة والسيد والي ولاية قلمة. احنا كما قاعدين تشوفوا التغطية معكم. ندخلوا بكم إلى دار الثقافة عبد المجيد الشافعي المتواجدة في أعالي مدينة قلمة لتغطية يعني قبل الانطلاقة الرسمية والافتتاح الرسمي الذي سيكون يوم السبت 2 ماي 2015 على الساعة 7 أي 19 مساء. العروض الإنشادية بقاعة العروض الكبرى لدار الثقافة عبد المجيد الشافعي. الافتتاح الرسمي سيكون يعني بكلمة محافظ المهرجان وكلمة ممثل معالي وزيرة الثقافة، كما سيلقي السيد والي ولاية قلمة كلمة، ثم بعد ذلك عرض إنشادي تقدمه فرقة الضياء للإنشاد لولاية بسكرة. هذه يعني جديد المهرجان، وهي الفرقة التي فازت بالمرتبة الأولى في الطبعة السابقة أي الطبعة الرابعة للمهرجان. إذن انتظرونا يوم السبت 2 ماي يعني الافتتاح الرسمي للمهرجان. ننقل لكم الخبر بصدق ومصداقية، وننقل لكم الخبر من عين المكان. متواجدون في أعالي مدينة قلمة في دار الثقافة عبد المجيد الشافعي، يعني كما كان يقول المحافظ السيد كمال عيسو في الباتني اللي ما يعرفهاش، في الباتني بمحاذاة أو أنفاس المجلس القضاء قلمة. تواصلوا معنا، انتم متتبعي الصفحه الرسميه، كليكي جيم، بارطاجي نو فيديو، بيك من تم تكبر الصفحه، بيك من تم الصفحه تكون عندها مصداقيه، بيك من تم نكونوا ننقل لكم الخبر هذا كريديبيليتي. تواصلوا معنا كما تحبونا نحبوكم، ننقل لكم الخبر من عين المكان. متواجدون طاقم كل الطاقم. شكرا خويا مراد، شكرا جمال التقني المتألق الممتاز. كما ذكرتم قلمة على موعد ابتداء من يوم هذا السبت يعني 2 ماي على الساعة 7 مساء، على موعد مع فعاليات الطبعة الخامسة للمهرجان الثقافي المحلي للإنشاد، الذي اخترنا له شعار الإنشاد فن ارتقاء وإرشاد، باعتبار أن الإنشاد فن من الفنون. الارتقاء هو ارتقاء في الكلمة، في الذوق، في الروح، وإرشاد باعتبار أن الإنشاد يربي من خلال الإنشاد التربوي، ينمي الروح الثورية من خلال والوطنية من خلال الإنشاد الوطني والثوري، وأيضا يوجه ويدلنا على الطريق السليم من خلال الإنشاد الديني. قلت هذا فيما يخص الشعار. جديد هذه الطبعة هو المشاركة الواسعة ب10 ولايات إن شاء الله تكون معنا حاضرة في ولاية قلمة كضيوف كمدينة قلمة. أيضا جديد هذه السنة قلت فعاليات الافتتاح، يعني هذه السنة ارتأينا أنه نكسروا التقليد المنبوذ، إن شاء التعبير إن صح التعبير، يعني تقليد منبوذ، أنه شخص حينما يعني يدير مسابقة وينجح يوم من الإعلان عن النتائج يفرحوا به ويكرموه وكذا، ومن بعد ينساوه. أن هذه السنة تفطنا لهذا الأمر السيء، العادة السيئة، ومن خلال يعني برمجة الفرقة الفائزة في الطبعة الماضية اللي فاز في الطبعة الماضية بالمرتبة الأولى، هذه السنة سيكون لها الشرف أنها تفتتح رسميا المهرجان بوصلات إنشادية.